يبدو أن الزوجين جاكوب وهيلينا يعيشان في قلق بسبب فقدان ابنهما البالغ مؤخراً. يحاولان إيجاد شيء يفعلونه لتجنب مشاعر الحزن التي تحد حقاً من حياتهما. حتى ظهر في أحد الأيام شاب يدعى تيدي، يدعي أنه لاعب تنس محترف وسيشارك في بطولة في تلك المنطقة، وينصح بالبقاء مع عائلة يمكنها السماح له بالبقاء لفترة من الوقت. في البداية رفض جاكوب وجود تيدي بالفعل، لكن هيلينا التي بدت سعيدة عندما رأت وجود تيدي شعرت أن تيدي يشبه ابنها. ثم تظاهرت هيلينا واتصلت بشخص ما بأن وجود تيدي كان في الواقع توصية من الأطراف ذات الصلة التي تهتم بتيدي، حتى يصدق جاكوب ذلك ويترك تيدي يعيش معهم. ثم أظهرت هيلينا غرفة فارغة كان يشغلها ابنهما سابقاً. ليس هذا فحسب، بل أعطت هيلينا تيدي سترة ابنها وبعض الملابس له. سأحضر لك سترة، من فضلك خذ ما تريد. سأفعل، شكراً لك. جاكوب الذي كان لا يزال فضولياً بشأن وجود تيدي في منزله أخذه إلى ملعب التنس لاختبار قدراته، حتى إن جاكوب أسقط تيدي عمداً عندما مرر الكرة إلى بقعة مبللة حتى يسقط تيدي هناك. كانت هيلينا منتبهة جداً لتيدي. أخذت تيدي فوراً لعلاج يده الملتوية نتيجة السقوط. بعد فترة وجيزة غادر جاكوب وهيلينا تاركين تيدي في المنزل، ومع ذلك بدأ أن تيدي يقوم بأفعاله بحثاً عن شيء ما في غرفة جاكوب وهيلينا. عندما بحث تيدي عن شيء ما في الغرفة وجد ظرفاً في الخزانة، ووجد صورة لجاكوب وهيلينا وابنهما. ومع ذلك قبل أن يتمكن تيدي من سرقة بعض الأشياء الثمينة سمع ظهور جاكوب الذي دخل الغرفة سراً ووجد بعض أغراضهم بالفعل على الطاولة. كاد جاكوب أن يجد تيدي مختبئاً تحت السرير، لكن لحسن الحظ استخدم تيدي قطة لتشتيت انتباه جاكوب. ثم أخفى جاكوب أحد الخواتم ليحاصر تيدي وأبقاه تحت المرتبة، ثم نزل إلى الطابق السفلي. كان تيدي يعلم بذلك سراً. أخذ الخاتم وأخرجه من الغرفة قبل أن يكتشف جاكوب وهيلينا الأمر. بعد فترة وجيزة اشتكى جاكوب إلى هيلينا من أنه ربما يكون قد فقد مجوهراته، وشك تيدي في أنه سرقها. ذهبت هيلينا إلى غرفتها ونظرت في صندوق مجوهراتها، لكنها لم تجد أي من الخواتم التي احتفظت بها هناك. ذهبت هيلينا إلى غرفة تيدي ووجدته على السرير، ثم قالت إنه استيقظ تواً. اقتربت منه هيلينا وتذكرت تيدي على أنه ابنها. نعمت شعر تيدي ببطء، لكن تبدي رد فعل سريعاً وحاول معانقة هيلينا. شعرت هيلينا أن هذا غير طبيعي، فركضت فوراً خارج الغرفة، وسرعان ما جاء تيدي إليها وأعطاها الخاتم، لكن هيلينا أعطته أخيراً لتيدي. لقد رأى يعقوب ذلك فغضب بشدة ووبخ تيدي لعدم استغلاله منزله. ومع ذلك ولإخراج كل هذه المشاكل بينهم الثلاثة من حيز الوجود، أحضر يعقوب تيدي للانضمام إلى نزهتهم. وصلوا إلى الشاطئ وقفز تيدي فوراً في البحر للسباحة. في هذه الأثناء لا تزال هيلينا مشغولة بالاهتمام بتيدي، ولا يبدو أنها تهتم بيعقوب. بعد فترة وجيزة قفزت هيلينا وسبحت للانضمام إلى تيدي على الأرض، بينما أخرج يعقوب الخاتم الذي أخذه من تيدي وألقاه في البحر. بينما كانوا يشاهدون هيلينا وتيدي يانغ يركضان إلى الغابة، أصبح يعقوب فضولياً. سبح إلى الأرض وسأل هيلينا التي خرجت لتوها من الغابة. لم تجب هيلينا على سؤال يعقوب، بل ضحكت فقط، كما لو كانت تنظر إليه بازدراء. كان يعقوب غاضباً من موقف هيلينا. غادر الشاطئ ليعود إلى سفينتهم. في هذه الأثناء أعربت هيلينا عن خيبة أملها في كيفية معاناة ابنهما تحت وطأة موقف يعقوب الذي أراد دائماً الفوز بمفرده. ثم اقتربت هيلينا من تيدي وطلبت منه أن يلعب لعبة لتخفيف حزنه. ثم أخذت هيلينا الفحم الأسود وهي تخط على وجه تيدي الذي كان صامتاً وخائفاً من يعقوب الذي يراقبهم. لم يمض وقت طويل بعد أن سدت هيلينا وجه تيدي وأقنعته بعدم التردد في هذه اللعبة. رد تيدي بالشيء نفسه بالكتابة على وجه هيلينا، واستمر الاثنان في اللعب لتسلية نفسيهما. ثم ركضوا إلى الغابة ولم يهتموا بيعقوب. ثم حاول يعقوب البحث عن أولئك الذين يلعبون الغميضة، لكن حيوانا بريا منع يعقوب ومنعه من البحث عنهم. في هذه الأثناء كانت هيلينا وتيدي يعيشان قصة حب في الغابة. بعد فترة وجيزة ركض تيدي إلى يعقوب، ثم فوجئت هيلينا برؤية أن سفينتهم قد انحرفت إلى البحر. حاول يعقوب مطاردة السفينة، لكن بدا أن السفينة كانت بعيدة جدا للوصول إليه. ثم شعرت هيلينا بالحزن وهي تتذكر ابنها الذي أدركت أنه ضاع في الغابة. دخل الثلاثة الغابة أخيرا لإيجاد طريق آخر،
حتى عبروا تلالا شديدة الانحدار ووصلوا إلى كوخ صغير. بعد أن تحقق تيدي وجد طعاما مثل الشوكولاتة فتقاسمه مع هيلينا. ثم فزع يعقوب من شيء يتحرك في الأشجار الكثيفة وأخافه. عندما ضربه بالخشب فوجئ فجأة بتيدي الذي ظهر أمامه. ثم نظر يعقوب إلى تيدي. عندما رأى اللون المحمر لسرواله بدأ يشك في تيدي لكنه لم يقل ذلك. اختبأ الثلاثة أخيرا في المقصورة بينما قامت هيلينا بتسخين الطعام المعلب وتقاسمته معهم. بعد فترة وجيزة رأى يعقوب الذي كان مليئا بالشك سلوك تيدي وهيلينا. وضع يده على المدفأة لإظهار قوته. ثم تحدى جاكوب تيدي لاختبار نفسه ووضع يده على المدفأة. لم يرغب تيدي في الظهور بمظهر الضعيف فوضع يده لكنه لم يتمسك بالنتيجة التي كان على جاكوب تمريرها. غضب جاكوب ونشأ التوتر بينهما. دخل الاثنان في قتال وهاجم تيدي جاكوب بالزجاجة في يده، لكن جاكوب كان لديه المهارة لإخراج تيدي بلكمة واحدة أصابت وجهه. سقط تيدي على الأرض بوجه مجروح وامتلأ بالخجل أمام هيلينا. هرب أخيرا في وسط الغابة المظلمة تاركا جاكوب وهيلينا خلفه. حاولت هيلينا مطاردة تيدي لإيقافه لكنها أدركت أنها كادت أن تفقد زوجها وعادت إلى الكوخ لعناق جاكوب والاعتذار عن أفعالها. هل الخطأ من الزوج أو من الزوجة؟ وما المبرر من الخيانة؟ هل الأولاد يستحقون الخيانة وانفكاك العائلة؟ أتمنى إخباري في قسم التعليقات أصدقائي. يجب أن يراعي الزوج زوجته ويحتويها حتى لا يترك أي فراغ في رأسها وتفكر في أشخاص آخرين وتقرر أن تخونه معهم. والزوجة يجب أن تصارح زوجها وقبل أن تخونه تنفصل عنه دفاعا عن شرفه وكرامته. بالتأكيد الخيانة فعل أكثر بشاعة من أي شيء، فحافظوا على أزواجكم وزوجاتكم دائما ولا تترك علاقتكم تتفكك بسبب بعض المشاكل. وإلى هنا ينتهي كل شيء. اليوم أصدقائي المقربين أتمنى ألا تبخلوا في الإعجاب والتعليق حتى لا أضربكم ضربا مبرحا. أيها الأولاد الأشقياء وداعا.